نجوم الحق قد هبوا أسود في ميادينا، على الأمجاد منزلنا وحب المجد يحيينا. نجوم الحق قد هبوا أسود في ميادينا، على الأمجاد منزلنا وحب المجد يحيينا. أسود بالوغى نحن، جبال في رواسينا، فإن العز مربانا على الأمجاد ربينا. فأسوتنا رجال من شموس الحق تكوينا، مهاجرة وأنصار على الأخيار سمينا. لقد زادوا ونحن لهم نؤدي الروح تثمينا، فثرنا ثم حطمنا كما إعصار كثرينا. لقد زادوا ونحن لهم نؤدي الروح تثمينا، فثرنا ثم حطمنا كما إعصار كثرينا. فأخرسنا لسان الذل لا نرحى معادينا، فيا أصحاب سيدنا حميتم دين بارينا. فأخرسنا لسان الذل لا نرحى معادينا، فيا أصحاب سيدنا حميتم دين بارينا. فإنا قد حميناكم بما تملك أيادينا، فإن الحق مسعانا ونهج الصحب ينجينا. مهاجرة وأنصار على الأعلام سمينا، شموخ المجد منزلنا وحب المجد يحيينا. وحب المجد يحيينا، وحب المجد يحيينا. طيب يا علي فقد قال فيك قوم والستر دونهم بأنك رب، كيف لو كشف الستر؟ لو كشف الستر هذول البهايم بيقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. لو كشف الستر فالله عز وجل لا يأتي والعياذ بالله أمام علي ولا يقارن لو كشف الستر، لأن عند هؤلاء الباطنية يوجد ما هو أعلى وأعظم وأكبر من الله عز وجل وأكمل من الله عز وجل، ويريد لعلي رضي الله عنه وأرضاه أن يرتقي هذه المنزلة التي هي فوق الألوهية. لا 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 يا حفيد، ما هو قالوا عنه هو عليه ستر، عرفت؟ طب لو كشف الستر شو بده يكون؟ ها اسمع وفي فهم معنى ذاتك التفت الأمر يا علي فقد قال فيك قوم والستر دونهم بأنك رب، كيف لو كشف الستر؟ هم قالوا رب عاد كيف لو انكشف الستر وفي حجاب يعني ومستور عنهم؟ هاي لو ما في حجاب شو قالوا؟ كان شو قالوا؟ ها هذا حاقد على الله عز وجل. والله رضوان درويش حاقد على الله عز وجل، حاقد على الله عز وجل بكل معنى الكلمة. هذول الحمير البقر وراء اللهم صل على محمد وآل محمد، ولك واحد عم بقول لك انه الله عز وجل لا يقارن بعلي، بتقول له اللهم صل على محمد وآل محمد. لك اي محمد وآل محمد اذا انت عم تطعن في رب محمد وآل محمد؟ وهي مسحوبة يا مالك، صدقني بعد ما قلت انه بيني وبين نفسي تراجعت، لانه البقرة تحترم عند الهندوس اكثر مما يحترم الله عز وجل عند الشيعة، واكثر مما يحترم النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيعة. هذه الليلة اذا فليحلق في سماء امير المؤمنين، هذه الليلة يحلق في سماء امير المؤمنين. حتى السماء قطاع خاص، يعني اي طائرة تحلق بالاجواء غير طائرة امير المؤمنين مشكلة، نمسكها رادار طوالي. نعيش مع امير المؤمنين
الذي توسل به آدم فرقاه. توسل به آدم فرقاه، أعطاه درجة وسكن، أعطاه درجة وسكن. شوي شوي على أيديكم ها. واستجار به نوح في السفينة فأنجاه. يا ولد يا ولد عليك. المنقذ، المنقذ دخل سباحة، دخل سباحة، نعم دخل سباحة سال نوح. واستجار به إبراهيم في نار نمروده فأطفأها عليه. نعم، وقتها كان شغال بالدفاع المدني، كان شغال بالدفاع المدني ما شاء الله عليه، كان ماسك الدفاع المدني مثل المطافي. واستغ في بطن حوته فأنجاه. طبعا هاي صعبة، شو بدنا نقول لك، شو كان يعني، شو بدنا نقول لك عاد، يعني صعبة والله هاي. وعليكم السلام ورحمة الله. هاي صعبة يعني، كان ضفدعة بشرية تعون الصاعقة هدول، تعون دورات شو اسمه هدول الغواصين. ها لا لا لا، ما بينفع صدقني، ما بينفع. هذا حاقد على الله عز وجل بكل بساطة. ايه والله شوف يا مالك يا زلمه، هو انت انا بدي اضلني التف واحشب عقلك لما يا زلمه ما تفهم علينا عاد يا زلمه. لك 20 سنه في البالتوك وبعدك مش عارف. مناسبات يا ابني، مناسبات. معلش خليلي بدنا نطول بالنا عليك. لا حول ولا قوة الا بالله يا ابني. الدين دين مناسبات. الدين الامامية الجعفرية الاثنى عشرية قائم، هذه الكذبات اللي الفوا عليها الدين قائم على المناسبات. اليوم نعم، اليوم مناسبة الحسين بدنا الشيعة كلهم يلتفتوا يكونوا ايش مأخوذين بالحسين. فحسين هو علي، وحسين هو فاطمة، وحسين هو النبي، وحسين هو الله، وحسين هو جبريل، وحسين هو القرآن، وحسين هو اهل البيت، وحسين اللي عمل، حسين اللي قام، حسين اللي حط، حسين حسين حسين. واخر شيء بقول لك مات مظلوم، قتل مظلوما، قتلوه وقطع راسه مش عارف ايش. طيب شو في ليه بيجي تاني يوم ثالث يوم بيكون الدور عن فاطمة، ايه بمناسبة السيستاني. عاد خذ عاد السيستاني بده مني اغيثيني يا صاحب الزمان. لما يكون الدور عن فاطمة بتكون فاطمة هي الفول اوبشن، هي التوب، هي اللي قادرة، هي اللي عاملة، هي اللي فعلة، هي اللي بسببها خلق محمد وبسببها خلق علي، لولاها ما خلق لا محمد ولا علي رضي الله عنه وارضاه. الم يقولوا هذا في فاطمة في مناسباتها؟ وعليكم السلام ورحمة الله. يكون يوم الحسن بتكون نفس الامور يعني تعطى للحسن. ايه تنحيت انا، اخذت منحة هيك على الشمال، وبعدين اخذت منحة على اليمين، لقيت قدامي مطب، فكنت مطفي الليت كويس، وفي معمم عم بقطع الشارع، قلنا يلا بنشيله بطريقنا. طيب اتفضل يا بندرويش، كفي. وتوسل به يوسف في البئر فأخرجه وكالله. طبعا كان وقتها شو اسمه عم بيسحب مي، عم بيسأل حتى يوسف كان عم بيسأل عليه بسطل المي. نعم. وافتخر بعلي جبرائيل فكان يقول من مثلي وقد قبلت من علي فاه. اوف هذا فاتن حمامة واحمد مظهر. هذا ايش علي وجبريل، هاي فاتن حمامة واحمد مظهر. بالله عليك جبريل بيفتخر بهالشيء، كاشف جبريل على الملائكة انه بس علي بشفايفه. لك ايش الحقد هذا يا اخوة، ايش الحقد هذا يا جماعة، ايش الحقد هذا على الله، على الملائكة، على اهل البيت، على ايش الحقد، ايش نوعية هذا الحقد؟ حط يا اكرم، حط اعلانك مهرب يا زلمة، حط اعلانك مهرب. به يوسف في البئر فأخرجه وكلاه وافتخر بعلي
جبرائيل، فكان يقول من مثلي وقد قبلت من علي طه. كاشخ جبريل، من مثلي وقد قبلت علي من ايش اللي قبلت عليه يا زلمه؟ والله بفيلم عربي هاي ما صارت يا زلمه، فيلم عربي ايام الاسود والابيض ما صارت هاي. جد انت قاعد هيك عم تتخيل منى، احمد، توحيدة، فريد، ايش الكلام الفاضي هذا؟ والله قسما بالله شيء عجيب. ناس معقول الحقد يصل لهذه الدرجة على الله عز وجل، على الانبياء؟ يا زلمه بدي اروح انام، مين قال لك مش رايح انام؟ يعني مين اللي ضحك عليك قال لك مش رايح انام يا زلمه؟ انت كل واحد يشوفني بقول له روح نام. طيب كيف بتاع توحيدة كيف؟ وافتخر به ميكائيل إذ هز مهده الشريف وناغاه. عيني أغرى أمير المؤمنين، أغرى سكتر أمير المؤمنين، أمير المؤمنين. نعم قاعد هيك مفتخر فيه ملاك، مفتخر انه كان يهز سرير علي. ما تعرفين ايام قريش كيف كانت اسرة الاطفال؟ انتوا عارفين كيف؟ ما عارفين؟ لا هي زلمه مالك انت؟ كانت شو اسمه من خيزران كلياتها. مالك انت يا زلمه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وافتخر به ملك الموت عزرائيل فقال من مثلي وقد أمرت أن أقبض أرواح شيعته. ملك الموت بس ما كل بأرواح الشيعة. طب ليش ما افتخر انه اخذ روحه؟ طيب ليش ما افتخر ملك الموت انه قبض روح امير المؤمنين؟ ليش ما افتخر مثلا انه اخذ روح اعداء امير المؤمنين؟ ليش؟ بامره ورضاه. يعني علي هو اللي بيأمر ملك الموت. شايف هذا السيستاني الاهبل بقول له وينه؟ هذاك ملك الموت بقول له وين هذاك اللي هناك، لكن الاهبل اللي قاعد ساكت مش طالع له صوت. شفته اقبض روحه، فبروح بقبض روح السيستاني. ايش هذا؟ ايش الكلام هذا؟ اسمع يعني هذا يتكلم في حسينية بين قطعان فعلا. وافتخر به ملك الموت عزرائيل فقال من مثلي وقد أمرت أن أقبض أرواح شيعته بأمره ورضاه. وافتخر به رب العزة والجلال. استغفرك يا رب واتوب اليك. فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا فقبل صدقته وناغاه. طبعا لا تعليق هون، ما بقدر اعلق هون صراحة، ما بقدر اعلق. ما بتقدر حفيد. شو تقول؟ بتقدر تتكلم عن الله عز وجل في هيك موقف او في